تنام. شهر رمضان بالنسبة لهؤلاء الرجال هو شهر تزداد فيه وتيرة العمل. احنا للجيش والجيش لينا والجيش تاعنا اللي من ضمن المهام الأساسية تاعي هي حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة، ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وجبات كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة بجيش الترندوية. أهلا بكم يا غاليين فيديو من قناتكم الترندوية. معاكم إبراهيم البيج بوست بتاع الترندوية. طبعا أجواء رمضان وفيديو بعت لي كتير جدا وهو بعنوان شاهد يوميات جيش الجزائر في رمضان 2025. أجواء صيام مشرفة وصلاة التراويح في الثكنة. طبعا الثكنة اللي هي المعسكر أو الكتيبة اللي موجود فيها الجيش. خلينا نعيش يوم في رمضان مع الجيش الجزائري. يعني الجيش الجزائري في رمضان بيبقى عايش ازاي؟ فيديو بعنوان يوميات جيش الجزائر في رمضان 2025. أجواء صيام مشرفة وصلاة التراويح في السكنة. صلاة التراويح اللي هي سنة النبي محمد بيتم تقديمها في السكنة. السكنة زي ما قلنا اللي هي الكتيبة أو السرية اللي بيخدم فيها الضابط أو العسكري أو أيا كان. فطبعا أجواء رمضان يعني جميلة جدا، وهنشوف بقى يوم رمضاني في الجيش الجزائري بيبقى عامل ازاي ويمشي ازاي. طبعا التدريبات بتكون شاقة، واليوم في الجيش يعني طوابير وسلاح وخدمة وكده، فهنشوف يعني ازاي بيهونوا على نفسهم في رمضان، واليوم في الجيش الجزائري في رمضان بيكون ماشي ازاي. ترنداوي محمد صلى عليه. تاني حاجه الفيديو بعد اذنك دعموا باللايك والشير. ترنداوي للمره ال20 بقول لك ترنداوي الفيديو بعد اذنك دعموا باللايك والشير يا ريت، عشان بجد القناه يعني اخذت انذار للاسف. فالقناه معرضه للخطر يا جماعه، والله بجد القناه اخذت انذار ومعرضه للخطر. بعد ذكر الترندويه محتاج من حبايب الترندويه دعم للفيديوهات اللي جايه. دعموا باللايك والشير اوسع نطاق عشان بس اليوتيوب يعرف ان القناه دي لها متابعين وما يحاولش يعمل يعني يحذرها او ايا كان لا قدر الله يعني. فبعد اذنكم محتاج دعمكم الفتره الجايه باللايك والشير للفيديو بعد اذنكم. وانتم طيبين، يلا بينا يا حبايبي. التزام والعيون لا تنام. شهر رمضان بالنسبة لهؤلاء الرجال هو شهر تزداد فيه وتيرة العمل لإحباط أي محاولة لتعكير جو الأمن والسلام الذي ينعم به المواطنون في هذه المنطقة، وذلك من خلال فرض الخناق أكثر على فلول المجموعات الإجرامية. فرغم الصيام وصعوبة ميدان العمليات إلا أن هؤلاء المغاوير يواصلون أداء مهامهم بكل عزم واحترافية من أجل توفير الأمن للمواطنين. رانا في الميدان بغرض تنفيذ تمشيط لمنطقة وتفتيش الدقيق، وكذلك تأمين المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. كما نغتنم الفرصة لتهنئة الشعب الجزائري بحلول الشهر الفضيل، نتمنى لهم صيام مقبول بإذن الله في كنف الحرية والأمل. الله أكبر الله. عدنا إلى مقر الفوج الرابع مظليين مغاوير لنعيش أجواء رمضانية عائلية رغم بعد هؤلاء الأبطال عن عائلاتهم. بعد الفطور ان شاء الله نواصلوا المهام الموكله الينا في جو اخوي، جو كما نقول عائلي. لا العائلات تاعنا رانا بعد على العوائل تاعنا، بصالح العائلات تاعنا الثانيه. فعلا تمام. طب يا عم الدنيا حلوه بلياردو كمان ماشي يا عم. مهام متواصلة طيلة شهر رمضان الفضيل لتأمين المواطنين، حيث رافقنا مفرزة من الفوج خلال قيامها بدورية أمنية لتأمين القرى والمداشر في إقليم الولاية والمحاور المؤدية لها. شوف الأهالي بتستقبلهم ازاي. أين صادفنا مواطنين تعطلت سيارتهم وقت الإفطار، ليتدخل أفراد المفرزة لمساعدتهم في صورة تعكس وبصدق تلك اللحمة الصلبة التي تجمع الشعب بجيشه.
الوجبات يعني. ان شاء الله. راكم تشوفوا خاوتنا طحنا اون بان قبل المغرب بخايا ولاية عين الجيش الوطني تاعنا الحمد لله قام بينا عاوننا راهم سهرانين مع دار رمضان يعطيهم الصحة والله يعطونا اون بان في بلاصة ما كاش جاو عاونونا ويعطيهم الصحة وصحة رمضانهم كاع كيما راهم وربي يعاونهم. ايوا السلام عليكم ويعطيكم الصحة وتحية الجيش الوطني الشعبي يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. كما شفتوا رانا خدامين اليوم، راكم رافقتونا في هذه المهمه هذه، رانا خدمتوا في خدمتنا كما كل يوم، راهي ديما كما هكذا في شهر رمضان او بلا شهر رمضان. كما راكم شفتوا هنايا رافقتونا من الاول، رانا في اجواء اخويه رمضانيه بيننا وبين الشعب كما شفتوا، ادوا في مهام تاعنا كعسكريين، والجيش الوطني الشعبي مديور من الشعب لحمايه الشعب ولهذا كل قطر من اقطار هذه البلاد. التراويح بقى. توجهنا بعدها إلى عاصمة الولاية حين عايشنا أجواء سهراتها الرمضانية، وكانت لنا لقاءات مع المواطنين. المنطقة تاعنا رانا لاباس الحمد لله، راه الأمن والأمان، وهذا بفضل الجيش الوطني الشعبي الحمد لله رب العالمين، وبالصحة رمضانهم ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للشعب هذا. بمناسبة تاع رمضان الناس يتاكلوا قدام ديارهم، هما راهم ساكنين في الجبال وكذا منا وفي السود، راهم يعني يديروا في واجب تاعهم، وربي ان شاء الله ينصرهم ويوفقهم وينصر هذه البلاد ان شاء الله، وينصر هذا الوطن وينصر هذا الشباب تاعنا اللي طاهرنا ربي. نشكروا كاع القوات تاعنا اللي راهي على الحدود ان شاء الله، ونتمنوا لهم رمضان كريم. الاهالي عندهم ثقافه بجد، شكرا لله ان شاء الله. اهالي واعيه عندها ثقافه. تركنا أفراد الفوج الرابع مظليين مغاوير يواصلون أداء مهامهم القتالية بكل عزيمة وإصرار، وغيرنا الوجهة تجاه منطقة عيننسور بأعالي عين الدفلة، أين وجدنا رجالا مرابطين على قمم الجبال مهمتهم تأمين المنطقة وحماية المواطنين. إنهم رجال الكتيبة 17 الخفيفة للمشاة. خلال شهر رمضان معظم كسائر أيام الأشهر نقوم بتكثيف الأعمال القتالية بفرض الخناق على الجماعات الإرهابية للقضاء النهائي عليها وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين خلال أيام شهر رمضان. الحمد لله الجيش راه يعني قايم بالدور تاعو على كل حال، راه هو اللي راه يعني قايم في البلاد. سمعت الجيش هو اللي الصح في البلاد، الكادر تاع البلاد هو الجيش، والجيش راه لينا حنا للجيش والجيش لينا، والجيش تاعنا، وهذا المرة بين لنا باللي الجيش وقف مع الشعب تاعو. صحيح. تركنا ولاية عين الدفلة متوجهين إلى جنوبنا الكبير لنحط بولاية وادي سوف الحدودية. هذه الولاية المتاخمة لحدودنا الوطنية التونسية تتربع على مساحة شاسعة، وهو ما يتطلب من وحدات جيشنا الوطني الشعبي تكثيف جهودها في الميدان من أجل حماية شريطنا الحدودي وتوفير الأمن للمواطنين بهذه الولاية. هذه العمليات الميدانية من شأنها توفير جو آمن خاصة خلال هذا الشهر، وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى مواطني الولاية. والحمد لله يعني في هذا الشهر كما رانا نشوفوا في هذا الحواجز الأمنية وهذه كلها يعني هي تطمينات للمواطنين، والحمد لله يعني نتحركوا بكل حرية وننعم بالأمان والأمن والحمد لله رب العالمين. أمن ما يمكن أن يتأتى إلا بوجود جيش قوي اللي من ضمن المهام الأساسية تاعه هي حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة. ربما احنا رانا نشوفوا الوضع تاعنا بالنسبة شرق غرب جنوب
التحولات الحالية حتى في الأيام هذه وين يعني كل القوى العالمية متكالبة على الجزائر، فبالتالي احنا أملنا وفي الجيش تاعنا اللي هو حامي الحماة واللي هو الضامن الوحيد الأمن واستقرار البلاد هذه. بعد ربنا طبعا. توجهنا بعدها صوب بلدية طالب العرب الحدودية لنعيش يوميات أفراد المجموعة 15 لحرس الحدود ونرافقهم في مهامهم اليومية خلال هذا الشهر الفضيل. خلال المهمة يتم رصد سيارة تتحرك بسرعة فائقة فيتم توقيفها ليتبين أنها حالة استعجالية لمواطن تعرض للسعة عقرب، وهو ما تطلب من أفراد المجموعة تقديم المساعدة اللازمة في الحين. فمهامهم القتالية والعملياتية لم تثنهم على أداء واجبهم الإنساني. تحياتي لهم. جيش بقلب إنسان، أسود بقلب إنسان. رمضان الالتزام وعين الأمان، عنوان في الجون. ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ربنا يحميك يا رب أنت وكل اللي زيك. مهامهم متواصلة ليلا ونهارا وفي كل ظروف من أجل تأمين حدودنا الوطنية من أي تهديد وحفظ سلامة ترابنا الوطني. غادرنا ولاية الوادي متجهين شمالا صوب ولاية تيبازا الساحلية لنحط بمدينة شرشف، أين رافقنا وحدة من حرس السواحل لقواتنا البحرية خلال مهامها اليومية في هذا الشهر الكريم. فهم رجال ساهرون على تأمين مياهنا الإقليمية وحفظ سيادتنا الوطنية في البحر، حيث تسهر وحدات حرس السواحل على تفتيش جميع السفن المتواجدة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية. خلال تواجدنا رفقة حرس السواحل في دورية استطلاعية في مياهنا الإقليمية، تلقى طاقم السفينة نداء استغاثة من سفينة صيد ليتدخل طاقم السفينة لتقديم يد المساعدة. وتوجهنا إلى مدينة تيبازا لنرافق أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تيبازا في مهامهم خلال هذا الشهر الفضيل. حيث رافقنا أفراد المجموعة خلال القيام بحواجز أمنية لتأمين المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل. يعطيهم الصحة الجيش الوطني الشعبي، منهم الدرك الوطني راهم واقفين على الخدمة تاعهم ويعطيهم الصحة بزاف. هذا الشهر الفضيل نتمنى من جميع مستعملي الطريق أنها تكون شهر بدون حوادث. مباشرة بعد الإفطار ترد معلومات بوقوع شجار بالأسلحة البيضاء في أحد المناطق، ليتدخل أفراد الفصيلة الخاصة للتدخل لفك الشجار وإلقاء القبض على المتسببين فيه. هم صايمين سابوا كل حاجة وطلعوا على مهامهم متواصلة لتأمين المواطنين وتوفير جو آمن خلال هذا الشهر الفضيل، وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى المواطنين. الهدف من هذه الدوريات هو توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين، وكذلك تحسيس المواطنين بضرورة الاتصال والتبليغ عن أي طارئ عن طريق استعمال الهاتف الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055. اليوم الرسالة اللي وجهها المواطن للجيش
اننا واقفين بقلوبنا معاه، لان اولادنا راهم معاه، خاوتنا معاه، ابائنا كانوا معاه، ومن قبل جدودنا هما اللي ورثوا هذا الورث الحضاري وهذه الاخلاق الساميه. لاننا اليوم شفنا في الاوتوروت حتى الدرك الوطني السافق في الافطار، يعني حاجه ظاهره ما شكيتش نصيبها في كل العالم. ربي يحفظكم حماة الوطن. بالتعاسة ربنا يحفظك. هي إذن جهود حثيثة يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حماية للوطن والمواطنين، فهم حماة الوطن ضد أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كان نوعه. رجال قدروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فكانوا وبحق درع الأمة وحصنها الحصين. كده الفيديو انتهى زي ما شفنا. يعني بجد والله فيديو جميل جدا، اجواء رمضانيه للجيش الجزائري وكمان وزاره الداخليه اللي هو الدرك الوطني بيعملوا ايه، يومهم بيمشي ازاي، بيحموا البلد، بيكونوا برضه صايمين تراويحهم صيامهم وكل حاجه داخل سنتهم العسكريه، هو بيحموا الدوله. بجد تحيه اليوم والله، ربنا يحفظهم. فيديو بجد جميل جدا جدا يا جماعه. يعني نبي محمد عليه الصلاه والسلام بيقول عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. في عينين النار مش بتيجي جنبهم يوم القيامة، عين عيطت من كتر خشية ربنا، وعين تانية كانت سهرانة على حماية الدولة وحماية المسلمين. فبجد ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويجزاهم. ما تنساش بعد الفيديو ده ادعموا باللايك والشير، بجد فيديو ادعموا باللايك والشير تندوي ويساعدني عشان القناة بجد واخدة انذار، فساعدني الفيديو ده لايك ليه وشير. ان شاء الله. سلام طيبين، سلام عليكم.